السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد مصطفى من سبيد تيك لابتوب. لو انت بتدور على جهاز اتش بي شاشة 15.6 بوصة والفرنج ال10، جهاز معانا النهاردة جهاز ممتاز جدا من شركة اتش بي، الفئة بتاعة النوت بوك انفي. جهاز ممتاز جدا. فئة الانفي دي حاجة ممتازة جدا في التبريد بتاعها، والتصميم بتاعها ممتاز، ونازل ببروسيسور اي 7 جيل خامس، معالج اي 7 جيل خامس، والسماعات بنظام صوت مميز جدا من بانج اولفسن، ومزود ببصمة للأمان، والتصميم بتاعه جميل جدا ومميز جدا. هنبص كده مع بعض على المواصفات بتاعة الجهاز. هنبص كده مع بعض على مواصفات الجهاز. في أول حاجة عنوان الشركة مصنعة اتش بي، الموديل بتاعه اتش بي انفي نوت بوك، عليه بروسيسور بتاعه الاي 7 الخامس 5500 يو، تردد 2.4 جيجا هرتز، 4 سي بي يو. الرامات اللي موجودة على الجهاز 8 جيجا قبل الزيادة طبعا لحد 16، وبيدعم دايركت اكس 12. في كارت الشاشة اللي على الجهاز انتل اتش دي جرافيك 5500، المساحة بتوصل ل4، ولو زودنا الرام بتوصل ل8، اللي هي بتبقى شير مع الرامات. نص الرام بتاخد نص الرامات كده، الرامات دي كارت الشاشة كده يوصل معانا لحد 4 جيجا. نظام الصوت اللي على الجهاز ده ممتاز جدا من نوع البانج أولفسن. وده كده الريزولوشن بتاع الشاشة بتاعتنا 1360 في 768. طبعا ألوان الشاشة جميلة جدا وحاجة نقية. ودي كده هنجرب مع بعض الكاميرا بتاعته مفيهاش أي لاج، الحركة بتاعتها اهي، مفيش أي لاج في التصوير. جهاز ممتاز جدا وجميل. تصميم الجهاز بقى نازل بحاجة ممتازة جدا. لو انت حاطط الجهاز على المكتب، مجرد ما بتفتح الشاشة كده اهوت، القاعدة بتاعت الجهاز اللي تحت دي بتترفع لفوق علشان يعني الجهاز يحافظ على التبريد بتاعه، ويستحمل معاك ضغط الشغل لفترات طويلة. السماعات نازلة بتصميم مميز جدا، والتوزيع بتاعها كويس. الكيبورد الإضاءة بتاعتها جميلة جدا، الحروف نفسها بتبقى مضيئة، مش الباكلايت، مش تحت الزراير. التصميم بتاع الجهاز معانا، مداخل المخارج بتاعته كده اهوت. أول حاجة معانا مدخل الشاحن، وجنبها الإيثرنت، وبعدها ال HDMI، وتلاتة USB 3، في واحدة شغالة باور، وفي واحد ده الهيدفون جاك ال3.5 بوصة، وفي جنبهم ال SD كارد مكان كارت ميموري لو انت بتشتغل بتصوير وكده اهوت ومحتاج مكان لكارت ميموري بتاع الكاميرا، فهتحتاج المدخل دوت. وفي الناحية التانية لمبتين البيان واللوك والدي في دي، وواحدة USB 3 تالتة. يعني انت عندك من الناحية دي كده هوت يعتبر تلاتة USB. والناحية التانية مدخل واحد. وفي القاعدة هنا اهوت في الظهر هنا اهوت في كاوتشتين للتعلية، علشان لما تيجي تفتح الجهاز، هنقرب كده مع بعض نشوف الحتة اللي انا بتكلم فيها، ان انت تفتح الجهاز كده، القاعدة بتاعة الجهاز بتترفع لفوق علشان التبريد، وعلشان برضو تكون مريحة في الكتابة وانت بتستخدم الكيبورد، تكون ايدك مستريحة وانت هتستخدم الكيبورد كتير. التصميم بتاع الجهاز مميز جدا وجميل جدا وحاجة فوق الروعة. اتمنى يكون الجهاز ده عجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.